السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون بخير. عواشركم مبروكات، دخل لكم بالصحه والسلامه وباش ما كنتمناو ان شاء الله. واليوم غنشارك معكم مملحات اللي كيجوا رائعين بمناسبه عاشوراء، ضروري منهم في الطبيله ديالنا، كيجوا زوينين بزاف وما كتشبعوش منهم باللذه اللي فيهم، كيجيو مقرمشين. وغنشاركهم معكم بطريقه مبسطه في ساعه ديال المكانه كتحضروا هذه الكميه كامله، وكنعرفوا الاثمنه ديالهم في لي باتيسري بشحال كيتباعوا. انا غنشاركهم معكم بطريقه مبسطه، لا الطريقه ولا المقادير. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي قبل من هذا ديال قريشلات حلوين. نتمنى حتى هذا ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والطريقه هي تجيكم ان شاء الله سهله وتزعموها كتجربوهم. عندي 250 غرام ديال الزبده، 3 الحبات ديال الجبن، اي جبن توفر لكم، مربع او مثلث. انا هنا درت مثلث ولا الفرماج حمر. عندي معلقه كبيره ديال الهريسه ومعلقه كبيره ديال لا موطارد، واحد ريز ديال الثومه اللي حكيتو. الا توفرت لكم الثومه بودر ديروها. عندي العطريه ديال الدجاج، عندي الفلفله حمراء والملح والابزار. بالنسبه للمنسمات كيبقاو لكم اختياريين. عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده باش كتجي فيهم هذيك التحميره زوينه. وكنخلط كلشي مزيان هكا، ضروري هاد المرحله الاولى. كنخدم هذيك الزبده مزيان مع الجبن ومع هاد العطريه حتى كتولي لي الخليط على شكل بوماد. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر، او تقدروا ديروا حتى المعدنوس الا بغيتو. عندي كاس اللي ما يكونش عامر ديال الزيت النباتيه، وانا كنخلط. الا بقاو لي هذوك الطريفات ديال الفرماج هكا كنحكوهم مع ديك الزبده باش هكا كيندمجوا وكيذوب. عندي هنا كاس اللي ما عامرش ديال الحليب، تقدروا ديروا ياغورت طبيعي. انا فايت لي مشاركه معكم بياغورت طبيعي. كنخدمهم هكا مزيان بالكف ديال ايدي باش هكا داك العناصر كتنسجم كامله. وكنبدا باضافه الدقيق. هنا الدقيق عندي اللي مغربل، غنبقى كنضيف هكا غير بشويه وانا كنخلط. بالنسبه للعجينه ديالهم كتكون مرمله بحال الصابلي باش هكا كيجيوكم ناجحين. حاولوا ما تكثروش الدقيق. كنبقى هكا باضافه الدقيق وانا كنجمع الخليط حتى غتجمع ليا عجينه اللي كتكون مرمله، كتكون بحال العجينه ديال الصابلي هكا. ما تدلكوهاش باش ما تطلقش لكم الزيت. وانتم كتجمعوا كتشوفوا القوام ديال العجينه. ما كتحتاج تدلك كيف قلت لكم، هكا كتجمعوها غير هكا برؤوس الاصابع حتى كتجمع لكم. السر ديال هاد المملحات في العجينه ديالهم خاصها تكون على هاد القوام هكا، وكتدخلوها للثلاجه كتخليوها، من بعد كتقطعوها. بالنسبه لأنا قطعتها على 3 الاجزاء، تقدروا تقطعوها حتى على 4، وكل جزء تقدروا تنسموه باي حاجه كتفضلوها. بالنسبه لي انا خليتهم غير هكا، كنبدل لهم غير الشكيلات باش هكا كيجيو مختلفين، والتزيين حتى هو غادي نبدلو كما غتشوفوا معايا. بالنسبه للتشكيل ديالهم تقريبا غندير معكم نفس الشكل اللي درت معكم في قريشلات حلوين. هاد الطريقه الصراحه سهله وكتبقى عمليه. كندير ورق الطهي وكنطلق عليه جزء اجزاء ديال العجينه اللي شكلت معكم، وكنحاول هكا نقادها. ما ترقوهاش عاوتاني بزاف، ضروري كتخليوها هكا شويه غليظه، ما ترقوهمش بزاف وما تغلطوهمش بزاف هكا باش كيطيبوا في الفران وكيطيبوا حتى من الداخل. كنقادهم باش كيجيني هذاك المستطيل هكا مقاد، وغادي نبدا كنشكل فيهم. بالنسبه لهاد الزوائد ما تعجنوهمش، غير جمعوهم هكا وديروهم في واحد البلاستيكه ودخلوهم الثلاجه. ونسيت ما قلتش لكم واحد الحاجه، بالنسبه للعجينه فاش كتكملوها هكا وكتقسموها دخلوها الثلاجه، خليوها على الاقل واحد الساعه عاد خدموا بها باش كيجيكم ناجحين. صافي هنا عندي ابيض البيض، وغادي ندهنهم مزيان. غادي ندهن الوجه ديالهم باش اللي بغيتو تزينهم بشي حاجه كتثبت. هاد الدور ديال ابيض البيض كيثبت لينا التزيين اللي كنديروا ليهم. هنا ملي دهنتهم غنجيب الزريعه، الحبوب ديال الزريعه وديال زريعه القرعه، وغادي نرشهم مزيان. كديرهم هكا شويه بزيت باش كيجيو باينين وكيجي المنظر ديالهم زوين. قد ما كثرتهم كيجيو زوينين، وحتى في الماكله ديالهم راه صحيين هاد حبوب ديال الزريعه. غادي نرشها مزيان هاد الجزء هذا، ومازال غادي نزيد. كنحاول هكا نقادهم باش كيجيني على داك الجوانب كاملين. واخر حاجه كندير ابيض البيض هكا باش كيتبتوا من الفوق. واخا كندخلهم الفران ما كيطيروش، ضروري كتثبتوهم بهذه الطريقه. وتقدروا ديروا عليهم واحد دويزه هكا بالمدلك باش هكا كيتثبتوا ولا يديكم. من بعد غنجيب واحد القطعه هكا او موس، تقدروا تستعملوا غير موس او هاد القطعه ديال البيتزا باش كتسهل عليكم. وكنبدا كنقطع فيهم، كنقطعهم بالطول وغنعاود نقطعهم بالعرض باش هكا كيجوني شكل مربعات اللي صغار. بالنسبه للاشكال كيبقاو لكم نتوما اختياريين، تقدروا ديروهم معينات. المهم هو هاد الطريقه اللي سهله وكتصيبوهم في مره واحده.
كتحيدوا غير هذوك الاجزاء كيف شفتوا معايا اللي زايدين، والعجينه ما تبقى في العجينه راه كامل كتشكلوا في مره واحده. غنقطعهم على شكل مربعات اللي يكونوا هكا صغار. بالنسبه لهاد المملحات ضروري ديروهم هكا صغيورين باش كيجيو زوينين، كيجيو متولين حتى في الحطه ديالهم. هنا بالنسبه للبن ليا شي بلاصه هكا ما فيهاش الحبوب ديال الزريعه كنعاود نزيدها باش هكا كيجيو عامرين. بالنسبه للجزء الثاني حتى هو غادي ندهنو بابيض البيض مزيان، وكنرشو هكا بالجبن الاحمر من الفوق، وكندير له واحد رشيشه ديال الزعتر. بالنسبه هنا للتزييره كيبقى لكم اختياري، تقدروا ديروا حتى الزيتون اسود الا توفر لكم تزينوا به البافو. بالنسبه للمملحات راه كيبقى لكم اختياري، او تقدروا دهنوهم هكا بشويه الهريسه وكترشوهم بشويه الزعتر. مهم اللي توفر لكم كتقضيو بهم، هما اصلا كيجيو ولداد. هاد التزيين كيبقى نتوما كتبدعوا فيه. صافي بالنسبه لهاد التشكيله هذه غادي نقطع على شكل اصابع اللي طويله، كنقطعهم كاملين بالطول، وضروري ما كتقادوا داك المربع كتراسيو هكا باش ما كتضيعش لكم العجينه بزاف. مني كملتهم دابا غنديرهم في الطاوه ديال الفران. بالنسبه للورق ضروري يهزوا معكم شي واحد حتى كتحطوهم في الطاوه هكا باش ما كيخسرش لكم الشكل ديالهم. بالنسبه للجزء الثالث حتى هو غنطلقوا بنفس الطريقه، كنطلقوا مزيان بالمدلك. هاد الشكل هذا غنديرو على شكل مربع اللي يكون طويل على حسب هذاك الورق. بالنسبه لهذا الشكل غنديرو دائري. غادي نجيب الهلاقه ديال القرعه وغنبدا كنشكل فيهم. الا توفر لكم مرشم دائري صغير ديروه، ولا ما توفرش لكم ديروا غير بحال هاد الهلاقه راقه ديال الغرض، وكنشكلهم هكا حتى غادي نكمل العجينه كامله. بالنسبه لهذوك الاطراف راه كاملين غادي نجمعهم وغادي نشكلهم في الاخر. غنحيد هذوك الزوائد هكا غير بشويه، غنمشي مع العجينه حتى غنحيدهم كاملين باش هكا كيبقاو ليا دوك الدوائر محافظين على الشكل ديالهم. طريقه سهله، غادي تحيدوا غير هذوك الزوائد وغتخلوا هذوك الدوائر هكا على ورق الطهي باش هكا كتهزوهم وكتدخلوهم للفران. هاد الطريقه كيف قلت لكم راه مسهلها منها ما كاين. الا ما جربتوش هاد الطريقه ما جربتو والو، ساهلين ساهلين بزاف ودغيا كيوجدوا. صافي هنا غادي نجيب ابيض البيض اللي تبقى ليا وغادي ندهنهم. كتحاولوا هكا تدهنوهم مزيان باش هكا نزينوهم حتى همايا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم انا درتهم غير بالفران ديال البوطه، كتشعلوه حتى كيسخون مزيان وكتدخلوا الطاوه كتحطوها هكا الفوق، كتخليهم حتى كيطيبوا من الفوق. كيبان لكم حتى ديك التحميره كطلع معاهم، عاد كتهبطوهم لتحت باش غير كيذهب اللون ديالهم وكتخرجوهم. ردوا معاهم البال، وضروري كتعطوهم الوقت حتى كيطيبوا على خاطرهم. فران ديال الضوء ما كيطيبش هاد المملحات زوينين بحال الفران ديال البوطه كيجيو مقرمشين كيطيبوا على خاطرهم. بالنسبه لهاد الشكل هذا غادي نزينو بالبافو من الفوق. بالنسبه للعافيه كتكون مهيله وكتخليهم حتى كيتحمروا وكتهبطوهم لتحت. هذا هو الشكل ديال المملحات من بعد ما كملتهم في الطياب. كيجيو على هذا الشكل. هذا الشكل ديال المربع كيجي زوين لا في المنظر ديالو ولا في الماكله ديالو، مع داك المذاق ديال الزريعه كيجيو ولاد بزاف. كلهم مشكيلات جاو زوينين وجات فيهم واحد اللذه مع هذاك العطريه اللي ضفت ديال الدجاج، عطاتهم واحد المذاق زوين والهريسه. وضروري ما نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو طيبين ومحمرين. الا بغيتوهم يجوكم مقرمشين كتعطوهم وقتهم في الطياب باش هكا كيطيبوا حتى من الداخل. سمعوا ليا حتى التقرميشه اللي كتجي فيهم واحد التقرميشه اللي غزاله بزاف. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.